السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نفصل فصال بنوتة يلبس من عمر 10 إلى 12 سنة. عندي هاي 2.5 متر طبقتها بالطول، يعني الحاشية مالت القماش راح تصير من جانب الدشداشة مثل ما تشوفونها. هذني الحاشية مالتها انطبقت، صارت يعني من هاي الجهة مالت الدشداشة. أنا أخذت من هذني 2.5 متر الطول اللي أريده، يعني طبقتها على هاي الطبقة وأخذت الطول اللي أريده، يعني طول البنية. وهسه راح أطبقها 4 طبقات مثل ما تشوفون، طبقتها 4 طبقات. راح أعدلها وأخليها متساوية من كل الجهات. هنا بعد ما طبقتها وعدلتها راح أبدأ أفصل. الطبقة 4 طبقات مثل ما تشوفون. راح أبدأ أفصل من هاي الجهة، ناخذ قياسات. قياس الكتف فتر، إذا بالسنتيم تقريبا 15 سنتيم. فتحة الرقبة 3 أصابع، إذا بالسنتيم 5 سنتيم. وعين نقطة. نزلة الصدر سويتها شبر، يعني 20 سنتيم. وعين نقطة. عرض الصدر سويته شبر وإصبعين، يعني تقريبا 22 أو 23 سنتيم مثل ما تشوفون. هنا أنا عينت حفرة الردن، وهسه راح أبدي أقص. هي الدشداشة راح تصير عدلة، يعني ما راح أخصرها. إذا تريدون تخسرونها بعدين ورا ما تخيطونها خسروها. الردن سويتها شبر وإصبعين. إذا شوية تردون تكبروها، يعني البنية إذا دبدوبة سووها شبر و3 أصابع أو 4 أصابع. كملت القصة لحد النهاية، وبعدين بالنهاية فتحت القماش فتح. هنا عندي هذا ميلان الكتف وفتحة الركبة. هذا القماش الزايد، هي 2.5 متر راح يزود منها، يعني طلعت الردان وظل من عندها زايد، راح أطلع الردان من عنده. مثل ما تشوفون طبقتها نفس الطبقة هم بالطول، وراح أطلع من عندها الردان القياس اللي أريده. سويته شبر وإصبعين، يعني تقريبا هم 23 سنتيم. راح تصير نص ردن. الردن شبر وإصبع أو إصبعين. راح أنزل 3 أصابع وأصعد بيهن لحد نص الردن، وأسوي نهاية. تقريبا هاي اللي على مود تصير بالكتف، أعين نقطة يعني. ومن هاي جهة المعصم سويته أقل الشبر تقريبا 16 سنتيم. راح تصير دشداشة عريضة. هسه راح نجي نخيط أول شي كويت لاصق للصدر حتى يصير الشغل سهل. مثل ما تشوفون هاي فتحة الصدر الأمامية، نزلت بيها 14 سنتيم، والعرض مالتها 5 سنتيم، يعني تقريبا فتر، أقل الفتر نزلة مالتها. هنا كبرت فتحة الصدر شوي، سويتها 6 سنتيم لأن راح أغلفها بالشريط فما راح ينطبق من عندها.
نزلتها 14. هاي فتحة الصدر راح تصير صغيرة، يعني ما تصير دلعة، لأن راح أخلي فتحة من الظهر وأخلي لها دقمة. يعني إذا ما تخلون دقمة من الظهر تقدرون تكبرون هذه فتحة الصدر الأمامية. بس أنا لأن البنية ما تريدها دلعة سويت هذا قياسها، راح أخلي لها دقمة بالظهر. مثل ما تشوفون غلفت الفتحة مالت الصدر تغليف، يعني ما نقص منها. خليت شريط ودخلتها بنص الشريط وخيطت فوقاها، أمشيها عدل راح يتخيط من فوق ومن جوا. هاي كملت عندي تغليفة الصدر، راح اشتغله شغل بسيط. راح اخلي له دانتيل اسويه بكسرات، يعني اسويه مثل الكشكوش. اخلي الدانتيل واطبق طبق، يعني كل شوي اسوي كسرة حتى يصير كشكش. هسه كمل عندي خياط الدانتيل، راح اخليه بعد فوقه شريط نفس الشريط هذا اللي غلفت بيه. راح اطبقه واخليه على طرف الدانتيل واخيط فوقه. مثل ما تشوفون خياط بسيط، يعني هي دشداشة صيفية حتى تصير مريحة. راح اخلي من هذا الشريط اسوي على شكل وردة واخليها بالنص. هسه راح نجيب جهة الخلف ونركبها على جهة الأمام، يعني الأكتاف نساويهن وثبتهن بالدنبوس مثل ما تشوفون. هاي الجهة الثانية. هاي الكتف الثاني خيطته. هسه راح اشوفكم شلون تسوون فتحة بالظهر بطريقة سهلة. راح اجيب قطعة قماش على شكل مربع، يعني هاي القماشة اللي ظلت من جهة الدشداشة تطلع وحدة ما مسدودة مو ما مسدودة، واجيبها اخليها فوق الاكتاف بهذا الشكل. مثل ما تشوفون اخليها على الاكتاف واثبتها بالدنبوس، يعني شوي تصير كبيرة لان راح تنزل بيها فتحة من فتحة من الظهر. راح اقص قصة بيها. اول شي اخيطها، يعني اخيطها على الكتف
هاي هنا الفتحة مالت الظهر تعينت. راح اجي اشوف الاكتاف وين نهايتهن واطبقهن حتى تصير الفتحة بالنص، واعين نقطة. هاي النقطة راح تصير هي نزلة يعني فتحة بيها حتى تخيط بيها دقم. مثل ما تشوفون راح اخيط خياط بيها بحيث اقصها بعدين بالمقص. اللي هنا اوقفها وارجع الماكينة. وانتبه هي فتحة جهة الصدر الامامية حتى ما تتخيط وياها، ورجعت عليها درب انه صعدت بها للجهة الفوقانية مثل ما تشوفونها شلون صارت. راح اجي اقص الوسطى مالتها، يعني نخيط وبعدين نقص، مو نقص وبعدين نخيط. اسوي ثلمات حتى من اقلبها تاخذ راحتها. مثل ما تشوفون قلبتها. اذا تريد تخلون خيط للدقمة من البداية، انا خليتها بعدين خيطته. هسه راح امشي عليها خياط على الطرف مالتها نفس طريقة التغليفة مالت الظهر ومالت الصدر. امشي على الطرف مالتها وافتر اخيط يعني كلها فوق الفتحة اللي خيطتها حتى تنضبط. اطبق طبقة هذه الطرف مالت القماش حتى ما يطلع خيوط. امشي عليها يعني المربع كله افتر عليه واطبق طوارفه واخيط. هاي هنا وصلت للنهاية. هاي راح تصير بهذا الشكل، يعني بس اخيط لها دقمة واخيط لها خيط، او تردون تخلون فتحة للدقمة تسوي لها فتحة او تخلون لها خيط تشلبون الدقمة بيه. هسه راح اركب وحدة من الردانات، يعني بس جهة وحدة راح اسويها قدامكم راح اخيطها ردن وحدة. مثل ما تشوفون اجي للكتف مال الدشداشة واخلي الوسط مالت الردن عالية واطلع بيها لحد نهاية فتحة الابط، وابدأ اخيط من البداية. إذا طلع عندي زايد قليل راح أسوي كسرات، سويته كسرتين صغار. وأكمل الخياط للنهاية. هسه هنا هاي كملت وحدة من الردان. مثل ما تشوفونها كملت. راح أسوي أخيط الطرف مالتها أخلي لها من نفس الشريط اللي خليته بفتحة الصدر، يعني أغلفها تغليف بالشريط. تريدون تكفونها، تريدون تخلون دانتيل، أي شي موجود عندكم. هاي الطريقة نفسها أخليها القماش وأحضن بيها الشريط، يعني أخلي القماش يصير بنص الشريط وطبقه فوق عليه وأخيط فوقاها على كيفي حتى يجي عدل من الجهتين، يعني يصير خياط عليها. وإذا طلعت بيها ما مخيطة يعني نقدر نرجع عليها درب ثاني.
بس هذا الشريط خياطة سهل، تجي مضبوطة مثل ما تشوفون. هاي هنا راح اطبق الردان واخيط الطرف مالت الدشداشة، يعني راح اقفل الدشداشة. اطبق القماش طبقتين حتى ما تطلع خيوط. كيفكم تردون تخيطون من دون ما تطبقون، عاد كل من على راحته. وهسه راح اكمل هاي، اخيط هذا الجانب مال الدشداشة واطلعها لكم شلون صارت. ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تستفادون من هذا الخياط. حبايب قلبي لا تنسون تدعموني بلايك واشتراك. مثل ما تشوفون كملت الدشداشة، صارت مريحة وحلوة مرتبة. هسه بعد ما اخيط لها شريط والدقمة راح اطلعها لكم، اخلي لها وردة بالصدر يعني بالامام من الشريط سويت لها وردة. هاي هنا شوفوها شلون صارت حلوة مرتبة عريضة ومريحة، وتلبس من 10 إلى 12 سنة. سويت وردات من الشريط وخليت بالردان وخليت بالصدر. وهسه لهنا كمل المقطع، وإن شاء الله يا رب تستفادون، وإن شاء الله أشوفكم مقطع جديد.